السلام عليكم خوتي وخواتاتي، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وما خاصكم حتى خير. كيف العاده كنبغيكم كاملين وكنحماق عليكم ما تبخلوش علينا بلا لايكات ديالكم وبقاو مع الفيديو اللي عجبكم. طبعا شكرا للناس اللي متابعيني، كنبغيكم كاملين وكلكم على راسي على بركه الله. هنا كما شفتوا معايا غادي نصاوب معكم اللحم. هنا كما شفتوا العطريه والزيت اخوتي، المهم على بركه الله. غادي نبدا معكم الطريقه ديال اليوم هو اللحم اخوتي، غادي نصاوبوا بواحد الطريقه وها نتوما معايا. الى عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايكات ديالكم، هما اللي كيحفزوا الفيديو. هنا كما شفتوا على بركه الله قطعت شويه ديال الحامض مصير كما راكم تشوفوا معايا في الفيديو، ونتمنى الفيديو يكون واضح لكم. هنا قطعت الحامض اخوتي، وهنا عندي شويه ديال الربيع كما شفتوا المعدنوس والقزبور. طبعا هنا غادي نضيف كما راكم تشوفوا معايا دابا عندي ورق سيدنا موسى كما راكم تشوفوا معايا. هنا كما شفتوا معايا غادي نضيف اول حاجه هو الزيت راكم عارفين، وهادشي اللي كاين هنا كما شفتوا غادي نضيف الزيت والعطريه، وغادي نضيف معكم هاد الطريقه هذه الصراحه اللي كتجي زوينه. هنا عندي شويه القرفه، كتعرفوا اللحم كنضيفوا ليه شويه القرفه الصراحه اختياريه، كاين اللي كيديرها كاين اللي كينقص منها كيدير شويه على حسب. هنا كما شفتوا درت شويه ديال المروزيه ديال اللحم. هنا كما شفتوا غندير شويه ديال المليحه. نتمنى الفيديو يكون واضح في التصوير اخوتي. هادشي اللي كاين هنا كما راكم تشوفوا معايا غادي ناخذ شويه ديال البزار، وهادشي اللي كاين شويه كما راكم تشوفوا معايا. وهنا كما راكم تشوفوا معايا غادي نحاول نقرب لكم الكاميرا، ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا. هنا غادي ناخذ شويه ديال السكنجبير اخوتي. العطريه راكم عارفين العطريه ديال اللحم راه ضروري. وهادشي اللي كاين هنا كما شفتوا معايا غندير الملون باش كيعطي واحد اللون فقط. وهادشي اللي كاين هنا كما شفتوا معايا غنضيف واحد شويه. هنا عندي الثومه الحمراء، واي ثومه عندكم كتستعملوها، المهم انا عندي الثومه حمراء. هنا كما شفتوا عندي شويه غادي ندير شويه ديال القزبور اليابس. وهادشي اللي كاين هنا من بعد ما درت العطريه كلشي اخوتي غادي نضيف نمزج هاد العطريه هذه مع شويه ديال الربيع كما راكم تشوفوا معايا في الفيديو. وهادشي اللي كان غادي نحرك كلشي هذيك العطريه اللي عندي باش نخمر هذاك اللحم كما راكم تشوفوا معايا. غادي نضيف اللحم ديالي، وانما كنحاول نقطعو لاننا غادي نضيفو في دوك القراع اللي كتشوفوا ديال الدجاج. وهادشي اللي كاين كيما راكم تشوفوا معايا غادي نحاول نقطع شويه الدجاج باش يطيب لي في هاد القراعي هادو. صراحه الطريقه هذه كتجي زوينه بزاف اخوتي. وهادشي اللي كاين شاركت معكم فقط الطريقه. هنا كما شفتوا اللحم شد ليا في سميتو وعاودت قطعته. وهادشي اللي كاين، نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم اخوتي. وهادشي اللي كاين هنا كما شفتوا من بعد ما قطعت اللحم ديالي كنعاود نقطع الاخر. وهادشي اللي كاين غادي نبقى الطريف اللي ما بانليش نقطع كنعاود نقطعو. وهادشي اللي كاين هنا كنخمر داك العطريه كلها في هاد اللحم هذا باش تدخل له العطريه مزيان اخوتي راكم عارفين. وهادشي اللي كاين هنا كما شفتوا غادي نخليه يرتاح شويه. هنا كما شفتوا باقي عندي شويه اللحم غادي نحاول نقطعو قطع وغادي ندخلو باش يخمر هذا اللحم شويه. وهادشي اللي كاين الله يجيب غير الصحه والسلامه. هنا كما شفتوا من بعد ما جمعتو غادي نخليه شويه يخمر. وهادشي اللي كاين هنا كما شفتوا عندي البصله من بعد ما وشتها. هنا كما شفتوا معايا عندي القراعي ديالي اخوتي لانه اللحم خليته ارتاح شويه. هنا على بركه الله كما شفتوا معايا هنا من بعد ما خليت اللحم ارتاح شويه يعني تقريبا واحد 10 دقائق على الاقل بعدا. هنا كما شفتوا غادي نضيف شويه ديال الماء تحت كما راكم تشوفوا معايا، وغادي نفرق هذا اللحم هذا في هذه القريعات هادو. صراحه كيجي هذه الطريقه هذه زوينه على شكل طنجيه، لانه كاين اللي كتكون عنده طنجيه ديال الطراب. حنا استعملنا هذه في الطريقه ديال الزاج الصراحه اللي كتجي هائله ورائعه صراحه، وكيجي تماما بحال الطنجيه ديال الطراب. وهادشي اللي كاين نتمنى الفيديو يعجبكم. هنا كما شفتوا درت الثومه في الوسط ودرت الحامض المصير، وهنا غادي نعاود نشلط هاد البصله هذه وغادي نضيفها في هاد القريعات هادو لان حتى هي كتنسم هاد اللحم هذا.
وهذا الشيء اللي كاين هنا. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل هاد البصله هذه. ونتمنى الفيديو يعجبكم ديال اليوم صراحه. نتمنى يستحق تجربه وتستحق واحد اللايك وشي تعليق زوين. بالنسبه للتعليق ديالكم اخوتي كنقراها كامله. وشكرا الناس اللي متابعيني، الله يحفظكم ليا. وشكرا على الناس اللي متابعيني وتاخلوا لي التعاليق الزوينه. كنبغيكم كاملين وكلكم على راسي، خوتي ولا خواتاتي ولا المهمات كلكم كنحماق عليكم، كلكم تاج فوق راسي. وهذا الشيء اللي كان اخوتي هنا كما شفتوا من بعد ما دخلت كلشي هذيك البصيله. كنت غادي ندير ليهم داك الورق الالمنيوم وما لقيتوش، لانه قلت بقى عندي، ولكن نسيت ما جبتوش حتى لاخر لحظه. وقلت ماشي مشكل غادي ندخلهم هكاك. واخا دخلتهم اخوتي راه ما تحرق ما والو من الفوق. وهذا هنا عندي شويه الزعفران هو الاخير غادي نضيف واحد شويه. وهذا الشيء اللي كاين هنا ضفتو دخلته غير بيديا. وهذا الشيء اللي كاين صراحه كيعطي واحد النكهه اللي رائعه. وهنا كما شفتوا عندي شويه ديال الزعتر حتى هو ضفتو الفوق. وغادي ندخلهم مباشره الفران. هنا كما شفتوا ضفت شويه الماء. هذا الماء هذا باش نحط فيه هاد القرعي هادو راكم عارفين مع الفران. هنا كما شفتوا نحاول انني يبانوا لكم، تتمنى انه يبانوا لكم الفيديو، نتمنى انه يكون واضح. هنا كشفت هذيك الحديده ديالو مع سخون الفران بانت لي طالعه بزاف. وحاولت نقادها دابا. هنا من بعد ما قديتها غادي نخليه حتى طيب ونرجع معكم. هنا من بعد ما رجعت معكم اخوتي خليته حتى طاب على راسو لانه وجدته في العشيه. وهذا هو عشانا. ما بقى لي نقول لكم الا بالصحه والراحه. درت شويه الزعلوك وشويه ديال الخيار. وهذا الشيء اللي كاين. الطنجيه جات رائعه. ما بقى لي نقول لكم الا بالصحه والراحه. الى فيديو اخر، الى اللقاء. كنحماق عليكم.